عارف ايه اخطر جملة ممكن تقولها لابنك؟ شوف ابن خالتك بيعمل ايه، او ابن عمتك بيعمل ايه. الجملة دي يا جماعة والمقارنة شكلها بسيط بس بتكسر قلب الطفل من جوه. المقارنة مش بتخليه احسن حاجة، بالعكس بتزرع جواه احساس انه مش كفاية. تاني حاجة بتولد غيرة وحقد على غيره. تالت حاجة بتضعف ثقته بنفسه مع كل مرة بيسمعها. طيب ايه البديل؟ اول حاجة امدح مجهوده هو، قول له عاجبني انك حاولت كتير المرة دي. ركزي على تقدمه الشخصي، يعني ايه؟ النهارده كتبت احسن من امبارح، واديله مساحة يغلط ويتعلم بدل ما تحطيه في مقارنة مستمرة مع غيره. صدقني ابنك محتاج يسمع منك انه مميز بطريقته هو، مش انه نسخة من حد تاني. لازم نفتكر التربية الصح بتبني شخصية واثقة من نفسها، مش طفل دايما حاسس انه اقل من غيره. ولو عايز باقي اسرار التربية الذكية اللي هتغير علاقتك مع اولادك، اشترك دلوقتي وخلي الفيديو الجاي يوصلك اول ما ينزل.